تعال شوف الجديد من شركه مراعي الاديب اللي ما شفتوش في اي شركه تانية. طبعا احنا كلنا عارفين ان الجبنه الدبله او الجبنه الضاني او الجبنه الدمياطي لما بندخل اي سوبر ماركت بنشتريها بالشكل ده. طيب شركه مراعي الاديب عملت حاجه جامده جدا وجميله جدا، اللي هو ايه بقى؟ شركه مراعي الاديب عملت جبنه دبل كريم من بتاعه زمان مصنوعه بلبن جاموسي، وطبعا زي ما انتم شايفين معموله في فاكيوم، وده الجديد وده اللي انا عايز اركز عليه في الفيديو بتاع النهارده. طبعا دي حاجه جميله جدا جدا، كون ان انا ادخل السوبر ماركت واشتري جبنه دبل قديم وفي فاكيوم حافظ عليها، وفي نفس الوقت يا ست الكل لما تاخديها وهتحطها في الثلاجه هتلاقيها متحافظ عليها، وفي نفس الوقت هتبقى فريش جدا، وفي نفس الوقت هتبقى صحيه اكتر. طيب تعالوا بقى نشوف الجبنه زي ما انتم شايفين بالجمال ده. طيب تعالوا نفتحها مع بعض ونشوف الجبنه طعمها عامل ايه. يا ترى فعلا جبنه دبل قديمه جامده زي ما الكتاب بيقول ولا لا؟ بسم الله. بصوا بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين يعني في فاكيوم بره وكمان في غلاف جوه، يعني محافظ على الجبنه بشكل 100%. الغلاف اللي بره اللي هو الفاكيوم، وكمان زي ما انتم شايفين جوه عليها غلاف متغلفه بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده. تعالوا نجرب مع بعض ونشوف فعلا جبنه مراعي الاديب لما مراعي الاديب عمل جبنه دبل يا ترى طلعت بالشكل الجميل اللي احنا عايزينه ولا لا. بسم الله ما شاء الله. الجميل في الجبنه ديت ان ما شاء الله ما فيش عليها اي اضافات صناعيه او اي مواد حافظه، يعني هتاكل حته جبنه من بتاعه زمان ومعاها البطيخ. ما شاء الله جبنه جامده جدا جدا، انا طعمها عجبني الصراحه. لما اكلتها دلوقتي ما شاء الله الملح بتاعها مش قوي، حاجه كده ما شاء الله جميله، يعني هتاكل طعم جبنه دبل من بتاعه زمان ما حصلتش. اشتروها من هايبر مول، موجوده دلوقتي جديده، ما شاء الله صحيه جدا، وما شاء الله هتاخد حاجه متحافظ عليها فاكيوم. وده المميز بتاعنا النهارده، ان الكاسات كلها هتحطها في الثلاجه وما تقلقيش عليها خالص. موجوده في هايبر مول وعاملين لكم على عرض جامد جدا، اسالوا عليه في الكومنتات وهنرد عليكم. زيع